ماتش يقرف وفرقة تقرف. وحقيقي النهاردة اللي فاز من لا يستحق. الأهلي خطف الماتش من سيراميكا، وسيراميكا الصراحة كانت عاملة أداء وماتش فظيع. بصراحة اللي يستاهل المكسب النهاردة هو سيراميكا، والأهلي ما جاش وما لعبش. لحد دلوقتي الأهلي في أجازة، ما هو من ساعة السوبر الأفريقي ولما ما أخدناش معاهم إجراءات تخليهم يعرفوا يلعبوا، طبيعي يبقى الأداء بالمنظر اللي احنا شفناه ده. هو فين الأهلي يا جماعة؟ فين لعب الأهلي؟ فين الفرقة؟ كابتن خطيب، هنستنى ايه تاني يحصل علشان نعرف ان احنا عندنا مشكلة في الفريق؟ مفيش ولا مشجع اهلاوي النهاردة كان عاجبه الماتش زي القرف، رغم ان احنا كسبنا بس احنا ما نستحقش بجنيه المكسب. وحياة ربنا الزمالك هيعمل مننا شاورما. عارفين شاورما، وهيبقى حقهم الصراحة. مش احنا ما نلعبش والاداء سيء والمستوى زي الزفت ونقول ليه احنا بنخسر، ما ينفعش نخسر. لا، انت حقك يا باشا تخسر. النهاردة اللي يستحق المكسب هو سيراميكا، وابقى ما عنديش ضمير لو قلت حاجة تانية غير كده. هي إدارة النادي الأهلي ساكتة ليه على الأداء المخزي للنادي الأهلي؟ لا، ولسه ماتش العين ده، احنا لو بالأداء ده وربنا لنتروق في ماتش العين. لعيبة سيراميكا كانوا رجالة، حقيقي رجالة، بيلعبوا بقلب كده وبروح، وبيستقتلوا على الكورة وبيقطعوا كورة. ده احنا مش عارفين نباصي ولا عارفين نستحوذ ولا عارفين نمسك كوره. جرى ايه يا اهلي؟ في ايه؟ ده لعب الاهلي ولا ده فرقه الاهلي؟ طبعا دلوقتي هيطلع لي واحد ويقول لي تكسب ولا تلعب. ابقى وريني الماتشين اللي جايين هتكسب ولا تلعب ازاي. لما تخسر من الزمالك الماتش اللي جاي، ولما تخسر كمان من العين بفضيحه، تعرف يعني ايه تكسب ولا تلعب، وتعرف يعني ايه ان احنا لازم نتكلم من دلوقتي عن اداء النادي الاهلي، علشان لازم يكون في وقفه توقف المهزلة دي. الفيديو ده بيقولك ان الاهلي كسب سيراميكا بالعافية وبأداء مغزي، وده اخر الكلام. سلام.